سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. فكما كتشاهدوا معايا في الفيديو فهو عباره عن تحليه او ديسير او كما كنقولوا مهلبيه بالبرتقال والحليب. كتجي لذيذه بزاف صراحه، الله تستحق التجربه وكتوجد دغيا، ما كتاخذش معنا وقت طويل ولا وقت كبير، دغيا كتوجد. فما نطولش عليكم، الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم. ويلا ندوزو دابا للمقادير وطريقه التحضير. كما كتلاحظوا معايا في المقادير غادي نحتاج نص لتر ديال عصير البرتقال، وغادي نحتاج 3 المعالق كبار ديال السكر، وغادي نحتاج 2 معالق كبار ديال المايزينا. فالسكر كيبقى على حسب الحلاوه اللي في البرتقال، يعني الا كان مسوس كثروا ولا كان حلو ما ديروش بزاف السكر. كما كتشاهدوا انا درت دابا 2 معالق ديال المايزينا، وغادي نحرك مزيان دابا قبل ما نديه على البوطه، وغادي نديرو فوق النار وانا مستمره في التحريك حتى كيوصل لدرجه انه كيولي بحال هكا عاقد شاد راسو. كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي بغيت. وغادي ناخذ الكؤوس اللي غادي ندير فيهم، انا اختاريت هذا الشكل هذا، كلكم ديروا في اي كؤوس كتفضلوها. وغادي نصب يعني غادي نكبو بدرجه مستويين، يعني باش نجيبو قد وغادي نميل كما واضحه في الصوره باش كيجيني داك الشكل مائل. كيمكن لكم تستعملوا هكا في البلاطو، وانا كليت بالكويسات هكا. كيما يمكن لكم تستعملوا دوك القوالب ديال لي مادلين او القوالب ديال لي كاب كيك، ديروا في وسط منهم الكويسات وتميلوهم فغادي يبقاو شادين راسهم. فانا غادي ندخلهم للثلاجه مده ديال ساعه، او المجمد الفريغو دغيا راه كيشد راسو، حيت المايزينا كما كتعرفوا دغيا كتشد راسها. فانا في هذا الخليط لا بغيتو تزيدوا الفاني زيدوا، انا ما بغيتش نسم، وما بغيتش كذلك ندير المعلقه الزبده في التالي، بركه ما بغيتش الدهنيات صراحه الله بزاف. فهكا يكفي، اللي بغى يضيف معلقه كبيره الزبده في التالي يضيفها، اللي ما بغاش يكتفي بهكا صافي. وغادي ندخلهم المجمد كما قلت لكم ساعه، وغندوز للطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه كنحتاج فيها نصف لتر من الحليب، وياغورت الفاني، و3 المعالق كبار السكر، و2 معالق كبار ديال المايزينا كذلك. اول حاجه كنضيف السكر، وغادي نضيف المايزينا. نيت داكشي اللي بقى لي في المايزينا 2 معالق كبار، راه غير المعلقه الثانيه ما عمرتهاش مزيان صافي. وغادي نخوي، راهم 2 معالق كبار مملوئين. فانا هاد نص لتر ديال الحليب شويه عندي ناقص منه واحد الكاس صغير. داكشي علاش غتجيني الكريمه عاقده مزيان. كما كتلاحظوا راه ديته فوق البوطه وبقيت كنحرك حتى عقد صافي، وصل لي لهذا الشكل هذا. في التالي ملي كنحيدو من البوطه كنضيف له الياغورت ديال الفاني اخر حاجه، يعني حتى كنكون درتو فوق البوطه وانا مستمره في التحراك حتى كتعقد ليا الحليب والمايزينا والسكر، عاد كنضيف الياغورت كما كتشوفوا. وغادي نحرك باش ينسجم ليا الياغورت مع الخليط ديال المهلبيه او التحليه. فكما كتلاحظوا شويه انا عندي الخليط يعني شد راسو شويه، حيت قلت لكم عندي نص لتر ديال الحليب ناقص شويه كاس، فما كانش متوفر عندي. نتوما استعملوا نصف لتر كامل. فمن بعد ما خرجتهم الثلاجه كما كتشوفوا من الفريغو عفوا، راهم مجمدين وشادين راسهم مزيان صافي. كنخويها بالمعلقه، حيت قلت لكم جاني شويه شاد راسو، يعني معاقده الكريمه. هي نورمالمون خصها تكون يعني جاريه، يعني نتوما ملي غديروا نص لتر ديال الحليب كامل ما ناقص منه والو، راه غادي تجيكم جاريه تخويوها، ومن بعد في الفريغو ولا في الثلاجه راه كتشد راسها دغيا صافي. وكنكمل كاع الكؤوس بنفس الطريقه، كنعمر بالمعلقه. نتوما ملي غتكون عندكم نص لتر حليب كامل غتخويو عادي من الكاسرونه نيشان الكاس صافي. وكنعمر الكؤوس من بعد ما كتكون الطبقه الاولى ديال التين اولا البرتقال شدات راسها صافي. وانا كملتهم وغادي نزينهم. كما كتشاهدوا دخلت الكريمه البيضاء الفريغو، يعني خدات مني غير ساعه وجمدات دغيا صافي. دابا دزت المرحله ديال التزيين، زينت بشويه ديال الفويتين. هاد الفويتين انا كنصوبو في الدار، كنزينو به هكا التحليات وكنزين به الحلويات، كينفعني كنصوبو غير في الدار ساهل. ان شاء الله غندير لكم فيديو قريب. وهذا البخاله ديجا عندي الفيديو ديالو في القناه، غادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف.
اللي بغى يشوفه، فهو مصوب كاوكاو وسكر كراميل، يعني كيجي لذيذ هاد البخاله. فكنتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم وبالصحه والراحه.